مساء النور صحاباتي، مساء النور غاليات، ان شاء الله تكونوا بخير. لا فيديو تعليمات لقاكم في تمام الصحه والعافيه. اعذروني غالياتي على الغياب لظروف، يعني كانت عندي ظروف ما قدرتش نحط لكم فيديو. كان عندي بزاف ملي صورت الوصفه هذه ما قدرتش ندير لكم المونتاج حتى لليوم باش كتب ربي ونحط لكم لا فيديو. بالنسبه للوصفه تاع اليوم كيكه الخوخ معشوقه الجزائريين، معشوقة كامل للافراد العائله، يعني ما كاش اللي ما يحبهاش. هذه تجي بزاف بنينه وهايله، راح نديرها لكم بالطريقه تاعي الخاصه. جربوها غاليه، تخلوا لي رايكم في التعليق، يعني تجي هايله وتجي بزاف 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 بنينه. فقط تبعوا المقادير بالتفصيل هكذا باش تحصلوا على كيكه يعني تجي هايله وتجي بزاف بنينه ومشربه وخفيفه، توالم القهوه العصر ولا يكونوا جايينك ضيوف، ديرها مع العصير قدميها لهم، يعني تجي هايله. نروحوا للوصفه تاعنا نشوفوها. نبداو بالمقادير. اكيد رانا في موسم الخوخ مازال متوفر، ما كاش بيت جزائري ما راهش فيه الخوخ، يعني راه في متناول جميع السعر تاعو. دونك غاليات راح نقول لكم الاخطاء. ثاني الخطا اللي درتو باش الكيكه انفتحت لي هكذا، باش ما توقعوش في نفس الخطا تاعي. يعني شوفوا لي السمك تاعها الحلاوه هذيك اللي جات فيها، يعني راهي صوره معبره عن نفسها، جات هايله. جربوها فقط وخلي لي رايكم. كما راكم تشوفوا بنات، نروحوا نشوفوا المقادير تاعنا. اول حاجه نبداو بالكراميل اللي راح نديروها في الطبقه ما قبل الكيك. اللي هنا عندي كما راكم تشوفوا بنات، عندي نصف كاس يعني معمر مليح تاع سكر، نحطوه على نار جد جد دافئه ونخلوه. نجو لهنا بالنسبه للخوخ تاعنا نحكموه نقطعوه هكذا كما راكم تشوفوا شرائح. نجيبوا الصينيه تاعنا اللي راح نديروها فيها، نحطوا فيها ورق الزبده وندهنوه بكميه قليله تاع زبده، ونجو كامل نستفوا صاير داير كامل على المول تاعنا. الخوخ اللي كنا قطعناه يعني بس نحولوش القشره تاعو، نستفوه بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا بنات. نستفوه كامل صاير داير على المول تاعنا. ونجو ثاني الكراميل. بالنسبه للكراميل في المرحله هذه كان ذاب معانا كامل، نزيدوا له حوالي 3 ملاعق كبار تاع ماء ونخلوه يكمل هكذا يبقبق، يزيد كامل يذوب معانا، نتحصلوا على النتيجه هذه. يعني دوك تشوفوا كيفاش نزيدوا نخلوه على نار. قلت لكم شوفوا في الكويزينيير الفرن اللي يكون قليل كامل ديروه فيه، ما ديروهش في النار عاليه من بعد يتحرق معاكم، تجيكم الكيكه تاعكم فيها المروريه. لهنا بعد ما ذابت لي كامل الكراميل نجو ثاني نديروها هكذا، نفرغوها كامل على الخوخ تاعنا. شوفوا لي الخليط هذا راح يمد الكيكه تاعنا، راح يزيد لها بنه على بنه، يعني راح تجيكم هايله وتجيكم بزاف بنينه، تجيكم من اروع ما يكون. جربوها وخلوا لي رايكم في التعاليق. اذا حبيتوا ديروها بالتفاح ديروا، اللي ما يحبش الخوخ كاين اللي ما يحبش الخوخ ديروها بالتفاح ولا بالايجاص ثاني راه يتبع ثاني، يعني تجيكم هايله لكن بنفس الطريقه كما خليت لكم هكذا. لهنا بعد ما فرغنا كامل الكراميل تاعنا نخلوها بجيه، يعني ما راح يصرى لها والو. راح ندخلوها لاباغي هذه راح ندخلوها للفوق، دونك ما راح يصرى لها والو. نجو نحطوا صينيه تاعنا بجيه ونروحوا للخليط تاع الكيك تاعنا. بالنسبه للكيك راح نوجدوه كامل على مرة، ما تتحقوا لا باتور لا بيتخان لا والو. كما راكم تشوفوا لهنا غير بالفوي نقدروا نديروه. عندنا 4 حبات بيض كما راكم تشوفوا، من الاحسن نديروا 3 حبات بيض مع كأس إلا ربع من السكر العادي. إذا كان الكاس تاعكم كبير أكيد ديروا نصف كأس هكذا باش ما تجيكمش حلوة بزاف. ما نساوش رايحين نديروا لها الكراميل، دونك ما نسحقوش بزاف السكر ومن بعد تجينا حلوة بزاف. نخلطوا مليح بالفوي وما نساوش أكيد لا فاني، ونخلطوا بيان كما راكم تشوفوا الخليط تاعنا هكذا مليح مليح، ندخلوه كامل مع بعضه. إذا كان عندك ياغورت خوخ ثاني ديري، راح يزيد لها بنه على بنه وتجي هايله وتجي بزاف بنينه. تقدروا تضيفوه لها ثاني. نخلطوا مليح ومن بعد نجو للزيت. بالنسبه للزيت راح نديروا نصف كاس من الزيت، ما ديروش بزاف كما راكم تشوفوا لهنا نصف كاس من الزيت. نخلطوا مليح بالفوي وندخلوا الزيت في الخليط تاعنا بيان حتى تولي لنا الخليط هذا يجينا خفيف، يعني باش الكيكه تاعنا تجينا بزاف خفيفه وتجينا هايله. دونك بنات لهنا واش راح نديروا غاليات. نجو للحليب. بالنسبه للحليب غالياتي ما ديروهش سخون، ديروه بدرجه حراره الغرفه. لهنا عندي نص كاس زايد غير شويه الحليب كيما درت السكر، يعني اقل من كاس. شوفوا نص الكاس زياده شويه ماشي كاس الا ربع. بالنسبه للحليب والسكر كيما راكم تشوفوا راني موريت لكم كلش بالتفصيل هكذا باش تنجحوا في الوصفه. ونخلطوا مليح مليح حتى يتجانسوا لنا كامل المكونات مع بعض.
كما راكم تشوفوا بنات نخلطوها مليح هكذا. ولا هنا نجو للفارينه ونجو لخميره الحلويات. ما تنساوش لا فانيليا قلت لكم عليها وعاودت، اكيد ما تنساوهاش رشه الملح هكذا باش تجينا الكيكه تاعنا متوازنه في الذوق تاعها. نجو لهنا للفارينه نديرو هكذا بالملعقه شويه فارينه وبعد نفرغوا عليها خميره الحلويات. لهنا بنات نقصوا شويه الخميره، يعني انا هنا كنت درت بالنسبه للخميره كنت درت زوج. علاش؟ باسكو درت 4 بيض. دونك لهنا اذا كبرتوا البلاطو عادي ديروا، وانا البلاطو تاعي نورمالمون كنت ندير فيه 3 كما راكم تشوفوا لهنا بنات. كنت ندير فيه 3 بيض ووحده خميره الحلويات فقط باش ما تجينيش هكذاك منفخه بزاف، يعني باش تجي شويه هابطه في السمك تاعها. واذا حبيتوها تجيكم عاليه كيما الكيكه اللي درتها انا، يعني تقيدوا بنفس المقادير. نضيفوا لافارين تاعنا ونبقاو نخلطوا حتى نتحصلوا على خليط كيما تاع الكيك عادي. وفي المرحله هذه يكون الفوغ تاعنا يسخن اكيد ما ننساوش. نجيبوا الخليط تاعنا، عفوا الطبقه تاعنا الاولى اللي حطيناها تاع الخوخ والكراميل، نفرغوا عليها الخليط تاع الكيك تاعنا هكذا كيما راكم تشوفوا بالطريقه هذه، وندخلوها طيب يعني ما تاخذش وقت بزاف معكم. لهنا كيما الكيك عادي برك بالك وتخلوا الكراميل تحرق معاكم. الخطا اللي درتو انه الكيكه هكذاك جوست ما خرجتها من الفوق وهي هكذاك سخونه، قلبتها في لاصيات تاعي. نورمالمون كنت نخليها لهنا، كنت نخليها 2 دقائق ولا 3 قسمات تحكم روحها. هذا هو الخطا اللي درتو، وحبيت نخلي لكم هكذا المقاطع هذوما باش تستفادوا منهم، يعني باش ما توقعوش في الخطا تاعي. شفتوا كانت هكذاك سخونه، نحيت لها بابي كويزون قدامكم، ما حبيتش نغطيها ولا قلت نخليها هكذاك باش ما يوقعوش في الخطا تاعي. مي جات هايله، تشقت هكذا شويه من الوسط يعني باسكو الكراميل كانت سخونه مع الخوخ ثاني. دونك الكيكه تشقت لي شويه من الفوق، لكن صدقوني الذوق تاعها جا رائع، جا بزاف بنين وعجبتهم كامل في الدار كي ذاقوها. جات هايله، وشوفوا لي هنا يعني الجسم تاعها هايل، جات بزاف بنينه وجات بزاف خفيفه، جات هايله. ما عندي ما نقولكم جربوها. اذا عندكم ياغورت بذوق الخوخ تقدروا ديروا نصف كاس من الحليب وديروا علبه ياغورت بذوق الخوخ. اذا حبيتوا نعاودها لكم بالطريقه هذه بالياغورت خلوا لي في التعاليق. وهكذا نكونوا لحقنا نهايه الفيديو. مع لي غير نقولكم غالياتي تهلاو في رواحكم. ما تنساوش لا فيديو هذه خلوا لي التعليق تاعكم، ما تنساوش خلوا لي القلوب والورد هكذا باش نعرف لي الوصفه عجبتكم. واش رايكم؟ خلوا لي في التعليق نفتحوا جروب خاص بينا نحطوا فيه التطبيقات تاعنا، واللي عندها وصفه تشاركنا. اذا عجبتكم الفكره هذه خلوا لي في التعليق. نقولكم سلام، تهلاو في رواحكم.